براتب سنوي يصل إلى 22 مليون يورو. رياض محرز في طريقه إلى أهلي جدة السعودي. ظهرت صحيفة سن البريطانية أن اللاعب الدولي الجزائري لمانشستر سيتي رياض محرز قد وافق على عرض نادي أهلي جدة السعودي الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى السعودية للانضمام إلى صفوفه. وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن رياض محرز وافق على الانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة، وسيحصل على راتب يقدر ب410 ألف جنيه استرليني أسبوعيا 480 ألف يورو، أي ما يعادل مرتبا سنويا بقيمة 22 مليون يورو. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محرز حريص على الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث يعتقد أنه الوقت المناسب لذلك، كما اتفق بالفعل على جميع الشروط الشخصية مع النادي السعودي. وأشارت ذا صن إلى أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حريص على استمرار محرز معه، خصوصا مع احتمال رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلف، إلا أنها أكدت أن الجناح الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل. وفي نفس السياق أفاد تقرير صحفي سعودي بأن نادي الأهلي قد أبدى رغبته بشكل رسمي لضم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر حساب منبر الأهلي على منصة تويتر رد نائب الرئيس خالد الهندي على الجماهير قوله: وله نشتغل ليل نهار من أجل إرضائكم، حيث يأتي كلامه جوابا على مطالبة جماهير النادي بالتعاقد مع رياض محرز. والتحق محرز بمانشستر سيتي في سنة 2018 بعقد يمتد ل5 مواسم قادما من نادي ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو. وفي شهر يوليو 2022 مدد اللاعب السابق لنادي لو هافر الفرنسي عقده لموسمين إضافيين، أي إلى غاية 2025. وخلال 5 مواسم بألوان مانشستر سيتي سجل محرز 78 هدفا في 236 مباراة في كل المنافسات. وبعد لقب ناله عام 2016 مع ناديه السابق ليستر سيتي، أثرى قائد المنتخب الجزائري سجله منذ قدومه إلى مانشستر ب4 بطولات للقسم الممتاز وكأس إنجلترا لموسم و3 كؤوس للرابطة الإنجليزية والكأس الخيرية، ومؤخرا رابطة الأبطال الأوروبية في شهر جون الماضي وهي الأولى في تاريخ النادي. وانضم رياض محرز 32 عاما إلى صفوف نادي مانشستر سيتي صيف عام 2018 قادما من ليستر سيتي، حيث شارك مع السيتي في 236 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفا، كما قدم 59 تمريرة حاسمة. وفي سياق آخر اختارت شبكة أو SBN الأمريكية الدولي الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبي مركز الجناح في العالم خلال الموسم الكروي من 2022 إلى 2023، مثلما أكده موقع وين. واحتل قائد منتخب الجزائر المركز السادس في التصنيف متقدما على نجوم بارزة، منها الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ، والبرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد، وزميله في السيتي الإنجليزي فيل فودين